فيلمنا بيبدأ مع راجل غلبان وفقير اسمه تي، وللأسف الراجل ده كان بيشتغل صبح وليل لأن بعد ما مراته ماتت بقى هو اللي مسؤول عن ابنه، وكان مدخله أحسن مدرسة عشان نفسه ابنه لما يكبر يبقى شخص ناجح في حياته. وبعدها بنروح للمدرسة وبيبقى ديكي ابن تي، والنهاردة كان أول يوم دراسي ليه، وديكي كان رايح المدرسة زي باقي الولاد، لكن للأسف جسمته كانت متخيطة ولبسه كله كان متبهدل. وكمان في أستاذ اسمه كو كان دايما بيزعق لديكي عشان لبسه متبهدل، بس لحسن حظه لحقته أستاذة يوريان ودافعت عن ديكي. وبعدها لما دخلوا الفصل أستاذ كو سأل الطلاب عن أحلامهم لما يكبروا، ففي بنت قامت وقالت إنها عاوزة تبقى عارضة أزياء، وكمان في ولد اسمه جاك قام وقال إنه عايز يبقى رجل أعمال مشهور زي باباه. ولما جه بعدها الدور على ديكي قام وقال لهم إنه عايز يبقى فقير، فساعتها كل أصحابه فضلوا يتريقوا عليه لأن ديكي فقير أصلا. بس وقتها ديكي قال لهم إن الفقر مش عيب، وكمان عرفهم إن باباه علمه إن الاحترام والأخلاق أهم بكتير من الفقر والغنى. فساعتها كل أصحابه سكتوا وفضلوا يسقفوا له لأنه كلامه كان حلو. ولما خرجوا بعدها من الفصل جاك وقتها كان بيفرج أصحابه على اللعبة الجديدة اللي باباه جابها له، واللعبة دي كانت غالية جدا واسمها ZG1. ولما ديكي مسك اللعبة جاك زعق له وأخدها منه، وبعدها كمان جاك فضل يتنمر على زمايله، وبعدها اتريق على بنت حجمها كبير. بس الكلام اللي بيحصل ده ما كانش عاجب ديكي، وساعتها دافع عن البنت دي وفضل يزعق لجاك. وبعدها بشوية بدأت حصة الرياضة، بس للأسف الأستاذ طلع ديكي بره عشان ما كانش معاه الجزمة الرياضية زي باقي زمايله. وطبعا ديكي وقتها كان واقف زعلان من اللي حصل. ولما اليوم خلص ديكي روح وكان قاعد مع باباه، وفضلوا هما الاتنين يلعبوا ويصطادوا الصراصير من على الحيطة. وفي اليوم اللي بعده تي أخد ابنه ديكي وراحوا يتفرجوا على التلفزيون اللي موجود في الشارع لأن ما كانش عندهم تلفزيون. وفي الوقت ده المذيع كان بيقول إن في أجسام فضائية وصلت المدينة بتاعتهم وإن الشرطة لسه بتحقق في الموضوع ده. ولما خلصت النشرة تي بص جنبه ملقاش ديكي، فجري بسرعة وفضل يدور عليه لحد ما أخيرا لقاه في محل ألعاب أطفال. وديكي وقتها كان ماسك في إيده لعبة CG1 زي بتاعت جاك زميله في المدرسة. وأول لما ديكي شاف تي طلب منه إن هو يشتري له اللعبة دي، بس لما تي شاف تمنها زعق لديكي وقال له يسيبها، فديكي برضه كان مصر وما كانش عاوز يسيب اللعبة. في ساعتها تي اتعصب على ديكي عشان يسمع الكلام، وفعلا وقتها ديكي عيط وخرج بسرعة من المحل. ولما الليل جه تي كان بيدور في الزبالة على أي لعبة علشان يديها لابنه ويصالحوا بيها، وبالصدفة تي لقى كورة لونها أخضر فعجبته شكلها وأخدها، بس طبعا ما كانش يعرف إن دي عبارة عن كائن فضائي. ولما تي روح ادى لتيكي الكورة وقال له إن اللعبة دي أحسن بكتير من اللي كان عاوز يشتريها. فوقتها ديكي اقتنع بكلامه والاتنين اتصالحوا. وتاني يوم في المدرسة ديكي أخد الكورة معاه وفضل يفرجها لأصحابه في المدرسة، بس للأسف صحابه اتريقوا عليه. وكمان جاك خلى واحد صاحبهم يضرب ديكي لانه ما كانش بيحبه. ولما ديكي روح وباباه شافه فضل يزعق له لانه بيعمل مشاكل مع زمايله. وكمان تي قال له انه بيدفع فلوس كتير جدا في المدرسه وطلب منه انه ما يعملش مشاكل تاني. وبعد شويه ديكي لقى ان الكوره بتاعته شكلها عمال يتغير، في ساعتها راح بسرعه لباباه وعرفه اللي بيحصل. بس طبعا الاب كان فاكره بيهزر، وعلشان يعاقبه حط هو الكوره في الدولاب. ووقتها الكوره فضلت تنور وفي الاخر طلع منها كائن شكله غريب. ولما تي فتح لديكي الدولاب ديكي خبى الكائن وراه وقرر ما يقولش لباباه حاجه. ولما تي مشي عشان يروح شغله ديكي طلع الكائن ده وفضل يلعب معاه وهو فرحان جدا، والكائن ده كان شبه الكلب. وساعتها ديكي اعتبره زي اللعبه بتاعت صاحبه وقرر يسميه CG7. بس الغريب بعدها CG شاف تفاحه بايظه وباستخدام قوته السحريه قدر يرجعها سليمه تاني. طبعا ديكي لما شاف اللي حصل كان مبهور جدا بقوه CG وكان فرحان انه اخيرا بقى عنده لعبه. وفي اليوم اللي بعده ديكي صحي بدري وكمان اخد معاه CG عشان يجرب القوة السحرية بتاعته. واول حاجة تيجي عملها اخد CG وراح لاشرس كلب موجود في المنطقة وامر CG ان هو يضربه. والمفاجأة ان CG عمل كده فعلا ومسك الكلب وضربه. وبعد لما عمل كده ديكي اخد CG وكانوا رايحين للمدرسة وهم فرحانين جدا لان باللي ديكي شافه ده كل مشاكله هتتحل. وفعلا بعدها ديكي وصل المدرسة وكان عنده امتحان، وساعتها دخل الحمام وطلب من CG ان هو يساعده.
يساعده، فسي جي ساعده فعلا وصنع له نضاره عشان يقدر يغش بيها. والمفاجاه ان النضاره دي كان فيها كاميرات صغيره، وديكي طلعها في الامتحان وفضل يغش من زمايله كل حاجه. والاول مره ديكي نجح في الامتحان وكمان جاب 100%. وبعد لما الامتحان خلص بدأ الامتحان التاني بتاع الرياضه، فديكي كالعاده دخل وطلب من سي جي انه يساعده ينجح في الامتحان ده هو كمان. وفعلا ساعتها سي جي عمل كده وصنع لديكي جزمه رياضيه هتساعده في كل الاختبارات. والمفاجاه ان الجزمه دي ساعدته فعلا، وكان بيجري بسرعه رهيبه، وكمان لما شاط الكوره كسر الجون. فساعتها بقى ان المدرسين اكتشفوا ان الجزمه اللي لابسها ديكي فيها حاجه مش مظبوطه، وعشان كده طلبوا له الشرطه. ولما ديكي لقى ان الموضوع كبر منه قرر يهرب من المكان بسرعه، واستخدم الجزمه بتاعته وطار بيها بعيد عن المدرسه. بس المشكله ان ديكي وهو طاير الجزمه بتاعته باظت، فبدأ يقع على الأرض تاني. وفجأة وهو ديكي بيقع صحي من النوم، وساعتها بنكتشف إن كل ده كان أحلام، وديكي بيتمنى إن هو يكون حصل فعلا. وأول حاجة ديكي عملها اطمن على سي جي وتأكد إن هو ما كانش حلم كمان. بس للأسف بقى ديكي كان عاوز ينفذ الحلم، وأول حاجة عملها أخد سي جي معاه وراح لأشرس كلب في المنطقة. وطبعا ديكي كان مفكر إن سي جي هيضرب الكلب زي ما حصل في الحلم بالظبط، بس للأسف اللي بيتمناه ديكي ما حصلش، لأن الكلب المرة دي هو اللي طرب سي جي وكمان ضرب ديكي، وهربوا هما الاتنين بسرعة من عنده. وبعدها ديكي أخد سي جي وراحوا المدرسة، بس المرة دي للأسف هما الاتنين كانوا مضروبين من الكلب، وديكي كان حزين جدا. ولما ديكي وصل المدرسة اكتشف ان هو عنده امتحان، وقرر ان هو يعمل زي ما حصل في الحلم بالظبط، وراح دخل الحمام وطلب من سي جي انه يساعده. بس ساعتها بقى سي جي ما كانش فاهم اي حاجة ولا عارف يساعد ديكي ازاي. وبعدها لما بدأ امتحان الرياضة ديكي برضه راح لسي جي وطلب منه ان هو يساعده بقوته السحرية، بس سي جي ما كانش فاهم اي حاجة وبرضه ما عرفش يساعد ديكي. وساعتها بقى كل الناس فضلوا يتريقوا على ديكي لانه فاشل ومش قادر ينجح في اي حاجة. وبعد لما اليوم الدراسي خلص ديكي كان طالع متعصب جدا من المدرسة، ولانه كان متضايق من سي جي اخده ورماه في الزبالة وقال له انت مالكش اي لازمة. بس بعد لما ديكي فكر شوية لقى ان سي جي ملوش ذنب وان المشكله كلها فيه هو. فساعتها بقى ديكي رجع بسرعه علشان ياخد سي جي تاني، بس لما فتح صندوق الزباله لا مفيش حد، لان العربيه فضت الصناديق كلها ومشيت. فساعتها بقى ديكي كان ندمان جدا وقال ان هو اللي عمل كل ده بسبب غبائه. ولما ديكي رجع للبيت لقى سي جي مستنيه هناك، فعلى طول ديكي شاله وحضنه وتأسف له على كل اللي هو عمله فيه النهارده. وفي اليوم اللي بعده الخبر وصل لتي ان ديكي سقط في الامتحانات. فساعتها تي فضل يزعق لديكي وقال له ان اللي بيعمله ده غلط، وانه كده لما يكبر هيشتغل عامل ومش هينجح في حياته. وكمان عشان تي عاقبه اخد منه سي جي وقال له ان هو مش هيشوفه تاني. فوقتها ديكي اتعصب هو كمان وقال لتي ان هو مش عايز يعيش معاه، وكمان سأله هو عايزه يعمل ايه عشان يسيبه براحته ويعمل اللي هو عاوزه. فساعتها تي قال لديكي ان هو مش هيسيبه الا لما يجيب 60% في الامتحانات اللي جايه، ولو عمل كده ساعتها فعلا هيسيبه يعمل اللي هو عاوزه. ومن بعدها بقى ديكي بدأ يذاكر فعلا وحط كل تركيزه في المذاكره علشان ينجح، واللي كانت بتساعده عشان يعمل كده المدرسه يويان. وفعلا بعد كام يوم جه ميعاد الامتحان التاني، بس المره دي ديكي كان عارف يحل وما كانش محتاج يغش من حد اي حاجه. ولما الامتحان خلص ديكي بيتفاجئ ان هو جاب 65%، وكده بقى هيعمل اللي هو عاوزه زي ما اتفق مع باباه بالظبط. وفي نفس الوقت ده تي كان في الشغل وبالغلط في انبوبه غاز كانت بتقع والسلك بتاعها مسك في رجله، وتي ساعتها حاول ان هو يبعد باي شكل، وكمان كان عمال يمسك في المواسير علشان ما يقعش. بس للاسف كل المحاولات دي فشلت وتي وقع فعلا. وفي نفس اللحظه دي سي جي كان في الشنطه وكان بيحاول بكل الطرق يخرج عشان يساعد تي، بس للاسف ملحقش. والخبر وصل لمدرسه ديكي، وقتها المعلمه يويان اخدت ديكي بسرعه وراحوا المستشفى علشان يطمنوا على تي. بس ساعتها للاسف الدكتور خرج من اوضه العمليات وقال لهم ان تي مات. فيويان اخدت ديكي ورجعوا على البيت، واول لما وصلوا ديكي دخل وقفل الباب على نفسه وفضل يعيط ويندع على باباه. وعلى الجانب الاخر سي جي كان في اوضه العمليات مع تي، ولما خرج من الشنطه وشاف اللي حصل لتي اتاثر جدا. ساعتها بقى قرر يستخدم قوته لاول مره، فضل يستخدم القوه دي على جسم تي على امل ان هو يعيش. ومع ان استخدام سي جي لقوته كان حاجه خطيره جدا على حياته، الا ان سي جي ما كانش فارق معاه وكان كل همه انه يعالج تي. وفي اليوم اللي بعده ديكي لما صحي من النوم لقى ان باباه نايم جنبه. في ساعتها ديكي كان فرحان جدا وحضن باباه وفضل يعيط وقال له انه هيسمع كلامه في كل حاجه بعد كده، وكمان هذاكر وهبقى شاطر في المدرسه. بس المشكله بقى اول لما ديكي بص لسي جي لقى ان شكله تعبان جدا وكان خلاص بيموت.
فساعتها ديكي وتي حاولوا يفوقوه، بس لان سي جي استخدم قوة كبيرة للأسف أثرت على حياته وما قدرش يستحمل ومات. وكمان في اللحظة دي جسم سي جي اتحول للعبة، ومن بعدها ديكي بقى شاطر جدا في المدرسة وبقى بيسمع كلام باباه وبقى ولد كويس، وكان دايما بيتمنى انه يشوف سي جي تاني حتى لو مرة واحدة. وبعد فترة صغيرة وصلت سفينة فضائية لكوكب الأرض، ونزل من السفينة دي عدد كبير جدا من الكائنات شبه سي جي. وطبعا ديكي أول لما شاف الكائنات دي كان فرحان جدا لأن كانوا كائنات تانية تعوضوا عن غياب سي جي. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش تشير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.